يلا بينا نعمل كباب الحلة بطريقة لذيذة جدا. هيطلع معاكي اللحمة جوسي جدا وطريقة طراوة فظيعة. عايزة اقولك بالطريقة دي هتبطلي او هتنسي اي طريقة عملتيها لكباب الحلة تانية. هنتبلها بتتبيلة هتخليلي طعم اللحمة دي طعمه جميل جدا. فيلا بينا نبتدي. بصوا شكل اللحمة طريقة ازاي، بتدوب بس كده. اول حاجة بجيب اللحمة، قطعية اللحمة اللي انا عايزاها، انا دي قطعة من السن. ببتدي اغسلها الاول قبل ما اقطعها او اشتغل فيها، وببتدي بالسكينة اقطعها مكعبات صغيرة. تمام. وحاولي تصغري حجم مكعبات اللحمة دي عشان تتشرب من التتبيلة كويس. تمام. طبعا استعملي قطعية اللحمة اللي انت عايزاها، انا بس استعملت هنا قطعة من السن. هي كيكة كانت ناعمة وطرية جدا. تمام. فبعد ما هنقطع مكعبات كلها هنبتدي نجهز التتبيلة بتاعتي. تمام. هنا هي انا كنت قطعتها خلاص كلها. هاجي بقى في بولة غويطة كده وهنزل فيها بكوباية زبادي. تمام. احتاجت كوباية زبادي صغيرة وهنزل عليها بنص كوباية مية بصل. تمام. هنزل عليها بملح وفلفل اسود، 7 بهارات، كوبيبة صيني، وتوم باودر، بصل باودر، رشة جوز الطيب، و4 بالظبط فصوص حبهان مطحونين. تمام. المكونات كلها او التوابل كلها هكتبها لكم تحت الفيديو. وبدأت انزل بقطع اللحمة بتاعتي، ده كان كيلو لحمة. تمام. يبقى الكيلو لحمة هنزل لكم بالمكونات اللي هحطها لكم تحت الفيديو دي، هتكون مظبوطة جدا ليه. ضعفوا الكمية على قد او على قد كمية اللحمة اللي انتوا هتعملوها. تمام. وهنبتدي بستريتش راب نغطي اللحمة بتاعتي وندخلها التلاجة. هاجي بقى بعد ساعة بالظبط تكون اتبلت شوية، بنيجي في طاسة على النار فيها معلقة زبدة كبيرة او معلقة سمنة، وهنزل باللحمة بتاعتي. تمام. هفضل اشوح فيها، تبتدي تنزل مية بالشكل ده. بصوا شكل المية ده. بس لازم طبعا تكون النار عالية، يعني انا هي الزبدة تسيح او السمنة اللي انتوا هتحطوها والنار تبقى عالية جدا. نزلت باللحمة هسيبها، هفضل تقليب كل 5 دقايق. وهبتدي اجهز معايا 5 بصلات مثلا او زي ما انتوا عايزين كمية البصل اللي انتوا حابينها. بس انا استكفيت بدول كانوا حوالي نص كيلو. هبتدي اقطعهم جوليان. لو عايزة تزودي البصل عم انا حاطة زي ما انتي عايزة. تمام. انا استكفيت بنص كيلو بصل، كان كفاية وكان مناسب جدا على كيلو اللحمة. بعد ما اقطع البصل بتاعي جوليان بالشكل ده، دي حلقات رفيعة جدا. اللحمة انا كان عدى عليها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما المية اللي هي نزلتها ديت شربتها تاني. انا هفضل اعمل الخطوة دي بتقليب كل 5 دقايق لحد ما الاقي السمنة بس هي اللي باقية عندي او الزبدة اللي احنا حطيناها في الاول خالص. بعد كده هبتدي انزل بالبصل بتاعي. ابتديت بقى اهدي النار وهنزل بالبصل بتاعي، وهفضل اشوح فيه حوالي 5 دقايق لحد ما البصل يدبل معايا شوية. هفضل في تقليب مستمر لحد ما ادبل البصله بتاعتي. اهم حاجه ان انا قبل ما انزل البصل ده اتاكد ان مفيش نقطه ميه، يعني انا خلاص اللحمه اتشربت الميه خالص وبتتشوح في سمنه بس. الخطوه دي خدت ربع ساعه تلت ساعه زي ما تاخد. نزلت هنا بكوبايه ميه كبيره. تمام. وهفضل في تقليب مستمر، وهنكون مجهزين معانا فلفل رومي متقطع حلقات رفيعه. نزلت برش دبس رمان اختياري، لو عندك دبس رمان دي فيه بيدي طعم جميل قوي للحمه. مش عندنا هنستغنى عنه عادي خالص وهناخد طعم جميل برضو. تمام. هبتدي اشوح تشويحة بسيطة، وهتجهزي معايا 4 أو 5 فلفلات رومي متقطعين قطع صغيرة بالشكل ده. وهننزل على اللحمة بتاعتي، هندي تشويحة تانية لحد ما يتجانس كل المكونات ببعض. تمام. وهنشغل الفرن قبلها بربع ساعة مثلا، يعني انا دخلت اعمل كباب الحلة هبتدي اشغل الفرن يسخن قوي علشان احنا هندخل فيه طاجن فخار ما ياخدش وقت كتير عشان الطاجن ذات نفسه يسخن. تمام. بعد ما البصل بالفلفل واللحمه ابتدوا يغلوا جامد كده، يعني خدوا معايا اول غلوه على النار جامده، ببدا انزل بيهم في الفخار بتاعي او في الصينيه زي ما انتوا عايزين. وهغطي الاول بورق زبده. تمام. عايزه اغلف الطاجن بتاعي بورق زبده، وهنبتدي هننزل عليهم بالالومنيوم. وهغلف الطاجن بتاعي كويس جدا جدا، يعني قفلي عليه كويس قوي عشان ما يتسربش منه اي حراره. تمام. رف اوسط. بصوا، رف اوسط، درجة حرارة 180 بالظبط. ساعة هياخد معاكي سوا ساعة بالظبط. وعلى طول بعد ما تعدي الساعة ندفع عليه ونشغل الشواية ونشيل ورق الألمونيوم اللي على الوش. تمام. هنديها زي تشميعة بسيطة قوي من على الوش وهيطلع معاكم والله أروع طاجن كباب حلة. بصوا شكل اللحمة هتطلع دايبة ازاي.
ده غير الطعم، الوقت اللي احنا سيبنا اللحمة فيه في التتبيلة ادى الطعم ونكهة اقوى. والله هتعملوه مش يعني انسوا اي طريقة تانية اعتمدتوها لكباب الحلة. عايزاكم تجربوه وتقولي لي رأيكم.